لطفي علي لطفي كان امبارح الموعد النهائي لاستلام الاستغناء من نادي زد، او نادي زد يستلمه من النادي الاهلي، لكنه ما حدث انه حدث نوع من انواع التاخير شويه من النادي الاهلي بعد ما نادي زد بعت عشان ياخد يعني العقود بعد جلسه مطوله بين مسؤولي الاهلي ونادي زد. فالنادي الاهلي قال لهم ادونا كمان 3 ايام بعد اذن حضراتكم عشان يتضح تماما موقف محمد الشناوي من الانضمام الى النادي النصر السعودي، اللي هي الامور اعتقد اصبحت صعبه واصبحت بعيده من وجهه نظري انا الشخصيه، لكن كل شيء وارد حدوثه، لكن الامر اصبح صعب جدا خلال الفتره القادمه. شادي حسين لم يكن له حظ جيد مع النادي الاهلي، وهذا لا يمنع انه من المهاجمين الممتازين، وهو اللي افتتح اهداف النادي الاهلي في الدوري لما الاهلي فاز على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. نتمنى للاثنين يا رب التوفيق ان شاء الله. بالنسبه للعائدين من الاعاره لم يتاكد حتى هذه اللحظه الا عوده كريم نيدفيد. خلاص كريم نيدفيد بشكل نهائي لقى يعني رضاء وقبول واعجاب مارسيل كولر. يتبقى صلاح محسن. من الجانب الفني الكل مقتنع بنسبة 100% ان صلاح محسن يكون موجود في قائمة النادي الاهلي. هي المشكلة بس زي ما قلت لكم تظبيط دي شوية. نتمنى ان شاء الله انه يكون لهم نصيب، وانه والله الراجل كولر ده بيفهم، بلا صباح محسن بلا ميدو جابر بلا صبري رحيل بلا احمد حمودي. نادي الاهلي ده فريق كوره مش كوافيه، ناس جايه تعمل استوريهات في النادي الاهلي. لقي ناس عندها قابليه تصدقوا في اي حاجه او عايزه تغسله. هم عارفين ان هو كان مشجع زملكاوي، اختار دلوقتي الولاء للجنيه وضحى بنادي الزمالك. فهو على المستوى السيكولوجي هو صعبان عليا، لان هو حتى لو انتوا شفتوا في التقديمه وكهربا بياخدوا وبياخد به اللقطه وتعالى مخضوض ومش بيضحك وتحس انه مش مبسوط ومكسوف وجوه مشاعر متناقضه جدا. عارف لو امام ده جاي من نادي الاهلي نادي الزمالك كان شفت الاستديوهات التحليليه والبرامج جابت خبراء نفسيين ويقول لك الحاله المزاجيه وكذا، ويجيبوا احمد عكاشه الدكتور احمد عكاشه يحلل شخصيته ازاي وانفعالاته، ولميس الحديدي تتحدث عن الانفعالات، وعمرو اديب يتحدث يقول لك وشه مخطوف. محدش بيتكلم على الكلام ده خالص. فهو جاي النهارده انت ليه فيديوهات كتيره جدا. لو انت كتبت امام عاشور بس بسم الله ما شاء الله هتلاقي كل فيديوهات بيسب فيها النادي الاهلي. فازاي يغسل نفسه من الكلام ده كله اللي بيخطط له زي اللي خطط له وخده؟ اطلع اعمل نفسك بتغني لجمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي طيب وكيوت. اهم حاجه حد يقول له انت اعظم حاجه وانت افضل حاجه وانت ألذ حاجه وانت الجامد وانت الاسطوره والكلام ده كله. الكلام ده بياكل معاه. امال عايزنا نشتم خطيبه تقول لنا امك صاحبتي ونجيب ناس في القناه يقعدوا يعملوا كده للخطيب عشان يرضينا؟ طبيعي. قدر تتقدر، اغلط تتقدر.